حبيت أسألك سؤال. أنا كنت في بث تبع إخوة المحاضرين معناها في الدين، فطلع واحد مسيحي سألوا على نشيد الإنشاد وهيك معناها كيف عندهم الكلام، فقال له هو أنت عندك زيها في القرآن كواعب أتراب. فالرجل ما جاوبه، معناها المحاضر ما جاوبه وصار يشتموا في بعض. بس أنا لما شفت السؤال، لما شفت المعنى انصدمت معناها شيخ على كواعب لهيك نعم. معناها قلت لا أسأل إلا أنت، معناها ما حبيت أسأل حتى شيخ. طيب كويس، ركزي معايا في الإجابة جيدا يا أخت. بداية إخواننا لازم نعرف شيء. نحن لما ننتقد سفر نشيد الإنشاد في كتاب النصارى، هل ننتقده لأنه فيه ألفاظ ثدييك رجليك سرتك؟ هل ننتقده لأجل وجود هذه الألفاظ في ذاتها؟ الإجابة لا. طيب ليش ننتقد نشيد الإنشاد؟ ننتقد نشيد الإنشاد لأن هذه الألفاظ جاءت في سياق جنسي. إذن الموضوع كله السياق وليس الألفاظ في حد ذاتها، لأن هذه الألفاظ وهذه المصطلحات في حد ذاتها هذه وفقا للسياق. يعني مثلا طبيب قال لشخص أمك مصابة بسرطان الثدي، هل الطبيب هنا أساء أو قال كلمة سيئة حين قال سرطان الثدي؟ لا، ما قال كلمة سيئة، معنى استخدم كلمة ثدي هنا بس ما استخدمها في سياق جنسي، لم يستخدمها في سياق جنسي. لكن لما يأتي مثلا نفس هذا الطبيب ويقول له أخبرني بحجم ثدي زوجتك، هنا ينقلب المعنى، يتغير هنا المعنى. نشيد الإنشاد عند النصارى مش في هذه الكلمات، في السياق الذي جاءت فيه هذه الكلمات. أصلا باعتراف النصارى نفسهم أن نشيد الإنشاد سفر جنسي، أصلا سفر جنسي، تمام؟ يعني هذه مسألة أصلا مفروغ منها عند النصارى نفسهم إنه هو سفر جنسي. وبعدين حتى لو ما قالوا النصارى السياق واضح، لما يقول لها ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي، وغيرها من الكلمات، واضح السياق غزل بين رجل وامرأة، فبالتالي الكلمات هنا قبيحة لأنها جاءت في سياق جنسي. كذلك يا أخت فردوس، الانتقاد الثاني في نشيد الإنشاد وضوح الكلمات، وضوح الكلمات التي بمجرد أن الواحد يفتح الكتاب يعرفها أنها هي جنسية مباشرة. لكن سؤال، لما واحد يقرأ كواعب أترابة، هل يتبادر إلى الذهن مباشرة أن الكلمة أصلا تصف شكلا جسديا؟ كلنا نقرأها، يلا أعطوني واحد أول ما تبادر إلى ذهنه. يعني مثلا نحن قرأنا وكواعب أترابة، ونفس هذا الشخص قرأ ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، ما الذي سيتبادر إلى ذهنه أول شيء لما يقرأ النصين؟ وهنا الأصل أن القرآن الكريم لا يصرح بأي لفظ خادش للحياة، وهذا بخلاف كتاب النصارى الذي يصرح بالألفاظ الخادشة.